السلام عليكم. النهاردة هعمل معاكم سلطة الكولسلو. أول حاجة خالص أنا بجيب علبة زبادي وبحط في نفس العلبة المايونيز. يعني كمية الزبادي قدها كمية المايونيز. بعد كده بحط معلقة كبيرة خل، ممكن تحط خل التفاح برضه بيدي طعم حلو. وبعدها بحط 3 معالق سكر، هو السكر بتحطوه حسب الرغبة، يعني زي ما انتوا حابين. طعمها مسكر قوي مش مسكر قوي. يعني انا بعد ما تقطعها حطيت نص معلقة سكر زيادة، ومعلقة صغيرة، نص معلقة صغيرة ملح، ومعلقة صغيرة خالص فلفل. بعد كده ان حطيت جزرية صغيرة مبشورة والكرنب بتاع سلطة الكولسلو. بس هي دي الطريقة سهلة جدا وطعمها حلو قوي قوي قوي، جربوها هتعجبكم كتير. بتقلبوا كويس قوي عشان خاطر الخليط، يعني الصوص يشرب الخليط كله، يعني الكرنب يشرب من الصوص كله. لو انتوا بعد كده تدوقوا الطعم بقى، يعني ممكن تحبوا انتوا طبعا تعملوها من بالليل، يعني مش هتدوقوا في رمضان. ممكن تحس ان انتوا عايزينها شوية ملح، عايزينها شوية سكر. في ناس بتحبها بشوية مايونيز، يعني انتوا تظبطوا الطعم بعد ما تعملوها. بس هي كده ما احتاجتش مني غير بس نص معلقة سكر. اشوفكم في وصفة جديدة بإذن